مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. كالعاده حلقه النهارده مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار الاهلي من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. الاهلي يفتح مشواره في دوري الابطال بالفوز على فريق ايجي النوار ويضع قدمه الاولى في دور المجموعات، وينتظر حسم الصعود رسميا في لقاء العوده يوم السبت المقبل في القاهره. اشادات قويه من جانب محللين الكره وجمهور الاهلي باداء محمد هاني مع الاهلي خلال الفتره السابقه وظهوره بشكل جيد في لقاء ايجي النوار في دوري الابطال. والبعض يتمنى بان يستمر اللاعب على نفس المستوى لكي تستمر قوه الجبهه اليمنى للاهلي في المباريات خلال الفتره القادمه. طبيب الاهلي يؤكد بان اصابه محمد عبارة عن آلام في العضلة الضمة، ولذلك تم استبدال اللاعب من بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه وخوفا من تفاقم الإصابة. ويؤكد بأن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية عقب العودة للقاهرة للوقوف على حجم الإصابة والاطمئنان على حالته وجاهزيته للمشاركة مع الأهلي في لقاء الاتحاد السكندري القادم في الدوري. عماد متعب يوجه انتقادات قوية لمحمد شريف بسبب الأداء الذي قدمه في الشوط الأول مع الأهلي أمام فريق ايجي النوار في دوري الأبطال. ويؤكد بأن خلال الفترة الأخيرة دائما الكل بيتوجه لنصائح لمحمد شريف، ولكن لا حياة لمن تنادي. يجب على إدارة الإسكاونت في الأهلي سرعة ترشيح ثنائي هجومي مميز لتدعيم صفوف الأهلي في المستقبل. وأيضا يجب التعاقد مع ظهير أيسر جاي قادر على قيادة الجبهة اليسرى للأهلي خلال الفترة القادمة. وأعتقد مع عودة إمام عاشور بجوار محمد علي بن رمضان ومروان عطية بالإضافة لرفع معدلات اللياقة البدنية أداء الأهلي سيكون أقوى وأفضل مع يستروب. ظهور محمد شريف وجرادي شار في لقاء اليوم بشكل متواضع قد يفرض على الأهلي ضرورة التعاقد مع مهاجم خلال يناير القادم لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. والبعض يؤكد بأنه يجب على إدارة الأهلي إعارة أو بيع محمد شريف وجرادي شار والتعاقد مع 2 مهاجمين قادرين على قيادة خط هجوم الأهلي خلال الفترة القادمة. الأهلي ينفي كل ما يقال عن الدخول في مفاوضات مجددة مع مصطفى محمد من أجل التعاقد مع اللاعب خلال يناير القادم. ومصدر داخل الأهلي يؤكد بأنه لا صحة عن كل ما يقال بشأن الأنباء التي ظهرت مؤخرا عن دخول مسؤول الأهلي في تفاوض مجددا مع مصطفى محمد من أجل التعاقد مع اللاعب. ويؤكد بأن اللاعب خارج حسابات الأهلي في الوقت الحالي بعدما أغلق اللاعب المفاوضات مع مسؤولي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة. تصريحات يستروب مدرب الأهلي في المؤتمر الصحفي بعد فوز الأهلي على فريق ايجي النوار في دوري الأبطال. يستروب قال: سعيد بالفوز الأول ليا مع الأهلي، قدمنا شوط أول جيد ونجحنا في الوصول إلى مرمى المنافس وخلقنا العديد من الفرص. الشوط الثاني لم أكن راضي بالشكل الكامل عن أداء الفريق بعدما سمحنا للمنافس بفرض بعض الضغط ومحاولات التهديد على مرمانا. كرة القدم الحديثة لا تعرف المباريات السهلة، وهو ما أكدت عليه للاعبين قبل اللقاء. فكل فريق يملك الطموح والإصرار ولابد من احترام أي منافس مهما كان اسمه. وقد تحدثت عن ذلك بالأمس في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، وأكدت أننا سنخوض مواجهة قوية أمام فريق منظم ويمتلك دوافع كبيرة. مباراة اليوم تعد الشوط الأول من المواجهة، وما زال أمامنا شوط تاني في القاهرة، وسيعمل خلالها الجهاز المعاون واللاعبين على تحقيق الفوز والتأهل إلى دور المجموعات. أشكر دولة برونديا وشعبها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. كنت سعيد بالأجواء الرائعة والحضور الجماهيري الذي أضاف طابع مميز للمباراة، وهذا البداية تمثل دافع قوي لمواصلة العمل على تحقيق أهدافنا في البطولة. خالد الغندور للموسم الثالث على التوالي يواصل وصف الضعف المنافسة في دوري الأبطال ومشاركة فرق لم تكن أفضل من فرق الدرجة الثالثة في مصر، ويصف دوري الأبطال البطولة الذي لم يصل إليها نادي منذ عدة سنوات بالفرق الضعيفة، وأنها لم تكن إليها أي علاقة بكرة القدم الحديثة أو القديمة. الأهلي يستقر على تجميد المفاوضات مع الفلسطيني أسد الحملاوي بسبب تواجد أكثر من لاعب محلي وأجنبي آخر مرشحين للانتقال للأهلي خلال يناير القادم. ومصدر داخل الأهلي يؤكد بأن إدارة الأهلي رفضت حسم التعاقد مع أسد الحملاوي حاليا، وقررت تأجيل الصفقة لحين عرض عدة مهاجمين على يستروب لاتخاذ قراره بشأن التعاقد مع أحدهم خلال انتقالات يناير القادمة. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك، ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن أخبار الأهلي.